عززت قوات الأمن المصرية من حشودها الكبيرة حول المنشآت الهامة وفي مختلف المواقع والمدن التي شهدت مظاهرات غير مسبوقة أمس. خلفت الاشتباكات بين قوات الأمن والمتظاهرين 4 قتلى وعشرات المصابين، معظمهم بحالات اختناق، كما تم اعتقال المئات. من جانبها قالت الداخلية أن شرطيا قتل وأصيب أكثر من 100 ضابط وشرطي. نعم، وبدأت النيابة العامة التحقيق مع أعداد من المشاركين في أحداث أمس بتهم التجمهر ومقاومة السلطات وإتلاف عدد من المنشآت العامة والخاصة، في وقت أكدت فيه الداخلية أنها لن تسمح بخروج مظاهرات أخرى. وقد أكد ناشطون تحديهم للتعليمات الأمنية ونيتهم مواصلة التظاهر. بدأ شوارع العاصمة المصرية القاهرة هادئة بعد يوم عاصف من الاحتجاجات التي شملت عددا من المدن المصرية. فقد حذرت وزارة الداخلية من أنها لن تسمح بأي تجمعات أو مظاهرات، وأنها سوف تتخذ الإجراءات القانونية فورا وتقديم المشاركين في مثل هذه التحركات إلى جهات التحقيق. يوم أمس شهد مسيرات احتجاج واسعة طالب المشاركون فيها بإصلاحات سياسية واقتصادية شاملة. وقد اتخذ المتظاهرون عطلة عيد الشرطة مناسبة للخروج إلى الشوارع والاعتصام في الميادين العامة للتعبير عن مطالبهم. وامتدت الاحتجاجات لتشمل عددا من المحافظات المصرية. في القاهرة تحرك آلاف المتظاهرين من مناطق متفرقة في المدينة ليكون ميدان التحرير وسط القاهرة مركزا لتجمعهم. مش هنمشي من هنا خالص، قاعدين لحد ما يحصل إسقاط للنظام. وقدر عددهم الكلي بأكثر من 20,000 متظاهر. كما شهدت ميادين وأماكن أخرى في القاهرة مظاهر احتجاج مماثلة. في الإسكندرية نظم آلاف المتظاهرين مسيرات احتجاج اضطرت السلطات إلى تكثيف وجودها الأمني في الميادين الرئيسية، إلا أن ذلك لم يحل دون تواصل المظاهرات. وفي السويس لجأت قوات الأمن إلى استخدام الرصاص لمنع الاحتجاجات، ما أدى إلى سقوط بعض القتلى وعشرات الجرحى كما تقول بعض المصادر. وقعت اشتباكات أخرى بين قوات الأمن والمتظاهرين في كل من المحلة والمنصورة وبورسعيد. السلطات لم تكتفي باللجوء إلى القوة لمواجهة الاحتجاجات، بل لجأت إلى حجب خدمات التواصل الاجتماعي عبر شبكة الإنترنت باعتبارها المحرض الأول على هذا الحراك الجماهيري. وقد أكدت شركة تويتر للتواصل عبر الإنترنت حجب موقعها في مصر، واشتكى متعاملون مع مواقع أخرى من توقف خدمات هذه المواقع في مصر. ومعنا من القاهرة مراسلة الجزيرة دينا سمك. دينا، كيف هي أجواء القاهرة اليوم؟ أجواء القاهرة توفيق تستطيع أن تقول أنها في حالة من التوتر. هناك محاولات من قبل العديد من النشطاء للتجمع في مناطق مختلفة سواء في القاهرة أو في محافظات أخرى، إلا أن قوات الأمن تتصدى لهذه المحاولات بشكل عنيف. هناك أنباء عن وقوع اشتباكات بين رجال الأمن والمتظاهرين في محافظة 6 أكتوبر على سبيل المثال، عندما حاول المتظاهرون التجمع أمام جامع الحصري هناك بناء على دعوة تم تدوير على شبكة الإنترنت من خلال موقع الفيسبوك، إلا أن قوات الأمن اعترضت هذه المظاهرة وقامت بتفريق المتظاهرين مستخدمة الهروات والعصي الكهربائية، وتم تفريق هذه المظاهرة وإلقاء القبض على عدد لا نستطيع أن نعرفه حتى الآن. نفس المشهد تكرر في شبين الكوم عندما حاول المتظاهرون الخروج أيضا، إلا أن قوات الأمن منعتهم من ذلك. في أسيوط وربما الأبرز كان ما حدث في السويس أمام
أمام المشرحة حيث توجد جثامين المتظاهرين الذين سقطوا في المواجهات بين رجال الأمن والمتظاهرين ليلة أمس. الأهالي والمنظمين السياسيا يطالبون بضرورة عرض المتوفين على الطب الشرعي، لا سيما وأن أحد هؤلاء قد تم دفنه في ساعات مبكرة من صباح اليوم دون أن يعرض على الطب الشرعي كما يقول ذووه. هناك أنباء أيضا عن وجود قتيل رابع في مدينة السويس توفي اليوم متأثرا بجراحه، وهو من ربما ما يزيد من حدة الغضب في هذه المدينة التي كانت المواجهات بين المتظاهرين فيها وبين الأمن ليلة أمس هي الأعنف حتى الآن. الأنباء ما زالت تتواتر حول تجمعات تتم بشكل عشوائي هنا أو هناك ومواجهات من قبل الأمن لهذه التجمعات، إلا أن هناك إصرارا واضحا توفيق من قبل النشطاء السياسيين على محاولة الخروج اليوم. شكرا لك دينا سمك في القاهرة. ومعنا الآن من مدينة الإسكندرية مراسل الجزيرة مصطفى كفافي. إذا مصطفى، دينا وصفت لنا أجواء القاهرة اليوم بأنها متوترة، كيف هي الأجواء اليوم في الإسكندرية على خلفية أحداث الأمس والإجراءات الأمنية المتبعة؟ يعني دعيني أنتقد طرف الحديث من دينا عندما قالت أن هناك إصرارا من جانب النشطاء السياسيين ومن الشارع السكندري على مواصلة هذه الاحتجاجات رغم صدور بيان الداخلية. يعني أوردنا أنباء أن هناك عدة تظاهرات ربما تنطلق من مدينة الإسكندرية، حتى الآن لم تشهد هذه المدينة أي تظاهرات، ولكن ربما في عصر هذا اليوم تشهد هذه المدينة عدة تظاهرات احتجاجية على غرار ما حدث يوم أمس. المدينة تبدو هادئة، شوارعها هادئة، حشود أمنية مكثفة تغطي شوارع الكورنيش، مدرعات الأمن المركزي ربما اصطفت في مشهد لتبعث رسالة وتؤكد على بيان الداخلية الذي أكد أن الأمن لن يسمح بوجود مثل هذه التظاهرات. إذا نحن أمام ثلاثة أنواع من تعامل رجال الأمن مع هذه التظاهرات. الأول ربما ظهر صباح أمس عندما سمحت بهذه التظاهرات حتى غروب الشمس. ثاني هذه التعاملات أو ثاني نوع من أنواع التعامل الأمني كان عندما بدأت بتفريق المتظاهرين. ربما يكون السيناريو الثالث هو الأعنف اليوم، يتوقع حدوث اشتباكات عنيفة بعد وجود عدد من الاعتقالات في صفوف الأمس، بعد وجود عدد من الأنباء عن اعتقالات وعن تفريق المظاهرات بالغازات المسيلة للدموع وبخراطيم المياه. ربما تكون الموجة الثالثة هي الأعنف اليوم التي يتوقع لها أن تكون الأعنف في مدينة الإسكندرية. على العموم سنكون في المتابعة. أشكرك جزيل الشكر مصطفى كفافي من الإسكندرية. وقد قال القيادي البارز وعضو مكتب الإرشاد لجماعة الإخوان المسلمين في مصر عصام العريان إن الجماعة شاركت كباقي المواطنين في المظاهرات. العريان أعرب عن أسفه لسقوط قتلى وجرحى في المظاهرات، وقال إنه تقدم ببلاغ للنائب العام للمطالبة بسرعة الإفراج عن هؤلاء المعتقلين. نحن تظاهرنا مع المصريين أمس بصورة حضارية، بصورة سلمية، وكنا نتمنى أن تكون محاملة الشرطة إلى نهاية اليوم كما بدأت في بدايته بصورة حضارية. للأسف الشديد الشرطة المصرية أنهت اليوم نهاية مأساوية بقتل البعض في السويس وإصابة العديد من الناس والقبض على عشرات أو مئات لا يعلم أحد أين هم الآن ولا يمكن الاتصال بهم، وليس لمحاميهم أي معرفة بأماكن وجودهم. وقد تقدمنا باسم الجمعية الوطنية للتغيير وبعض المحامين لجنة الحريات بنقابة المحامين اليوم ببلاغ إلى سيادة النائب العام للكشف عن أماكن احتجاز هؤلاء وسرعة الإفراج عنهم وعدم التعامل مع المصابين بقسوة.